الفكرة إنك تخلي الدنيا دايما في إيدك مش في قلبك، بتاخد منها بس اللي يساعدك ويقويك في رحلتك لله. لكن قلبك ده ما ينفعش حد يجي جنبه، قلبك ده ربنا بس. وأول بقى ما تخليه يتعلق بحاجة غير ربنا بتبدأ فورا تظهر مشاكل النفسية وضيق النفس. وزي ابن القيم ما قال: فكل من أحب شيئا غير الله عذب به 3 مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته، والتنغيص والتنكيد عليه، وأنواع من العذاب في هذه المعارضات، فإذا سلبه اشتد عليه عذابه. فهذه 3 أنواع من العذاب في هذه الدار. يعني لما تحب حاجة أكتر من ربنا هتتعذب 3 مرات، هتتعذب عشان توصل لها، ولما توصل لها هتتعذب عشان خايف تخسرها، والضربة الكبيرة بقى لما تخسرها. وعشان كده لو حاسس انك تايه وحيران، فتش في قلبك وشوف هو متعلق بإيه، مين فيه غير ربنا، وابدأ في رحلة تطهير قلبك من كل حب غير حب رب العالمين.